اللقطة دي قارة افريقيا كلها بقالها سنين بتدفع ثمنها لحد النهاردة. وقتها الاهلي طلع بيان بيعتذر للجمهور وبيتعهدوا بالرد، ومن ساعتها وهم بيردوا مش راحمين حد. ما صالحوش الجماهير ببطولة مثلا وخلاص، لا ده بطولة والتانية والتالتة ومكملين. طبعا الف مبروك لكل الاهلاويه وكل المصريين اللي في البيوت واللي في الاستاد وفي القهاوي. الحقيقه يستاهلوا يفرحوا. لا قديم يذكر ولا جديد يعاد. النادي الاهلي بطل افريقيا للمره ال 12، بيسيطر على بطولته المفضله بعبع افريقيا، بيرجع من جديد ويحتفظ ببطولته المفضله المره ال 12 في تاريخه والتانيه على التوالي. عصام الشوالي بقى كان صعبان عليا بصراحه، يعني الكره تبقى في نص الملعب يقول لك هدف للترجي، القضيه على الترجي. بصراحه كان صعبان عليا جدا. هو ده الاهلي يا كابتن عصام. الحقيقه صعب جدا جدا ان انت تفوز عليه في نهائي افريقيا، يعني شبه مستحيل. مش وقت بقى خالص فنيات ولا مين لعب حلو ولا مين لعب وحش ولا اي حاجه. الماتش ده ماتش بطوله، وده المهم ان النادي الاهلي كسب البطوله دي. الحقيقه انه بغض النظر بقى انت اهلاوي ولا زملكاوي ولا بتشجع ريفر بليت حتى، النادي الاهلي نجاحه ده لازم يدرس، لانه اكيد اكيد النجاح ده مش من فراغ. اجيال بتيجي واجيال بتروح، والنادي الاهلي زي ما هو عنصر النجاح او سمة النجاح هي السمة الاساسية فيه. نغمة الانتصارات ما بتنتهيش مع النادي الاهلي مهما كانت الظروف، مهما كانت بداية البطولة سهلة ولا صعبة. النادي الاهلي دايما بيقدر يوصل للنهائي وبيقدر ان هو يفوز بالبطولة ايا كان مين الخصم. المهم دلوقتي ان افريقيا تحت السيطرة المصرية. النادي الاهلي ونادي الزمالك هيتقابلوا طبعا في السوبر، وهنشوف مين اللي هيقدر يفوز باللقب ده في ماتش مهم جدا، ماتش هو فخر للكرة المصرية. جماهير الاهلي كان شكلها النهارده يفرح في المدرجات، 90 دقيقة تشجيع بدون توقف. هو فعلا فعلا جمهوره ده حماه. ومن دلوقتي الجمهور بيقول ال 13 يا اهلي.